أهلا بكم مستمعينا مستمعي راديو 102 FM على منصة استوديو مصر من قلب مصر. معاكم مروة صالح وهنستكمل جولتنا في مساجد مصر والعالم. مسجد اليوم هو مسجد فيصل في إسلام أباد. فكرة المسجد بدأت عام 1966، وده كان أثناء زيارة للملك فيصل بن عبد العزيز إلى باكستان. تبلغ مساحة المسجد 5000 متر مربع، وهو واحد من أكبر مساجد منطقة جنوب آسيا. وفي عام 1969 أقيمت مسابقة دولية شارك فيها مهندسون من 17 دولة. حصل المعماري التركي دالوكاي على شرف تصميمه من بين 43 تصميم. استغرق بناء المسجد 10 سنوات، بداية من عام 1976 حتى عام 1986. بيتميز تصميم المسجد إن شكل المآذن فيه بتشبه الصواريخ الجاهزة للانطلاق. استنوني في جولة تانية في جامع تاني على منصة استوديو مصر من قلب مصر. كنت معكم أنا مروة صالح. أهلا بكم مستمعينا مستمعي راديو 102 FM